السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم مستشار أحمد عبد ماهر المحامي بالنقد والباحث الإسلامي في بث جديد عن فقه الأئمة، نبذة عن فقه الأئمة الأربعة. هذه النبذة اليوم عن فقه الإمام أبو حنيفة بخصوص الزنا، إذ رفع الإمام أبو حنيفة الحد عن المرأة المستأجرة للزنا، يعني قال إن المرأة المستأجرة للزنا لا حد عليها. فلماذا قال الإمام أبو حنيفة أن المرأة المستأجرة للزنا لا حد عليها؟ وهل يجوز أن يكون الزنا بلا أجر مؤثم والزنا بأجر غير مؤثم؟ هل ده الإسلام؟ لا، الإمام أبو حنيفة وجد في التراث أن سيدنا عمر بن الخطاب، رواية عن سيدنا عمر بن الخطاب، أن امرأة استسقت راعيا لبنا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت، ثم مكنته من نفسها وأعطاها لبنا آخر، ثم مكنته من نفسها وأعطاها لبنا آخر. فلما رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب قال في كل مرة أعطاها الراعي اللبن قال مهر مهر مهر. أنا عايز أقول حاجة بس للحرامي ابن الحرامية اللي ألف هذا الأمر، وللإمام أبو حنيفة في قبره: هو المهر يدفع أولا ولا التمكين من النفس أولا؟ يعني اللي أنا أعرفه أن المهر يدفع ثم تمكنك المرأة من نفسها إذا كان هذا مهرا، وإذا كان زواجا، وإذا كان هناك 2 من الشهود، وإذا كان هناك ولي، ولا بد أن الزواج يكون بولي وشاهدان. إنما هنقول زي بعض وما فيش لا ولي ولا شاهدين، وهو لقاها كده في الشارع وقرر أنه هو يتزوجها. المهر يدفع الأول ولا الزنا أو الدخول الأول؟ أنا بقول الكلام ده لأبو حنيفة في قبره، والعمر بن الخطاب في قبره، والكل واحد قال إن الحديث ده سنده موضوع عمر بن الخطاب، عشان تعرفوا إن أنتوا بتألفوا أحاديث. زي ما قلتوا كده الحديث بتاع خير الأسماء ما حمد وعبد، وقلت لكم لا أصل له، وكل اللي انتوا بتعملوه ده اللي بتسموه ولادكم اللي بتسموهم محمد واحمد ومحمود وعبد الرحمن وعبد الله، كل ده مالوش سند اصلا. والدليل ان سيدنا علي بن ابي طالب وستنا فاطمه الزهراء سموا ولادهم الحسن والحسين، ما سموش ولادهم محمد وعبد الرحمن. يعني انا عايز اقول الامه دي لازم تعقل. وبعدين اتكلم اقول لك ابص الاقي ناس مليون واحد مع الامام ابو حنيفه. ليه؟ عشان هو الامام ابو حنيفه. هي بالشهره؟ هي بالشهره؟ ما ينفعش تمشي مع الامام احمد ماهر؟ يا اخي ده ربنا انزل القران وقال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. تدبر شويه القران وقال لك تدبروا. مش عايزنا نتدبر قول ابو حنيفه وقول منسوب لعمر بن الخطاب زورا وبهتانا على عمر وزورا وبهتانا على الجميع. في الدنيا دولة أو دولة، خلينا في دولة وفيها مشايخ وفيها أزهر ويبقى فيها دعارة بالثمن والأجر. أيام الإنجليز كانت موجودة، وكان في ترخيص ليهم، ترخيص للمومسات، وما كانوش بيتعاقبوا ولا حاجة، ويقول لك أصل احنا دولة إسلامية. وكان فاروق مصر ملك مصر والسودان، فاروق الأول قصدي ملك مصر والسودان، كان بيدير مصر والسودان بهذه الدعارة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ لا، ده طلع ان الجنيه اللي انا ادفعه بيديها رأفة في دين الله، في دين الله، ويخليها تزني وتاخد جنيه، تزني وتاخد 100 جنيه، تزني وتاخد 1000 جنيه، بس تزني بالفلوس. انما الزنا بدون مقابل هو ده اللي حرام. مش ده اللي انتوا عملتوه؟ مش هو ده الفقه؟ مش هو ده الفقه اللي انتوا
وقلت لا ده بيقول اضلال الامه بفقه ايوه ده اضلال الامه بفقه الائمه. ما فيش حاجه اسمها رفع الزنا عن المراه المستاجره للزنا، ده تصريح وترخيص بالدعاره. عيب في دين الاسلام تقول ان الغيبه والكذب حرام وفي نفس الوقت الزنا بالنساء باجر حلال. انتوا ايه ومشايخ ايه دي؟ وكل ده مئات السنين عدت على مشايخ ازهر واساتذه ازهر والى اخره، شايفين ان ده شيء كويس او مفيش حاجه، وبيتدرس مفيش يعني بنضاضي دين الله وشريعه الله علشان خاطر قول لعمر بن الخطاب، منسوب لعمر بن الخطاب، وقول لابو حنيفه. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا يا اخو.